ايه العلامة اللي بتقولك ان عرضك يحتاج تغيير وليس مجهود اضافي؟ الاعلانات. يعني دايما لما بحب اختبر اي عرض جديد، في ناس ساعات بتتبع استراتيجية الدعاء والتضرع الى الله. يعني يا رب العرض بتاعي يكون قوي، ويفضل يسأل اصحابه ويسأل اخواته ويسأل قرايبه هل العرض ده قوي ولا العرض ده مش قوي. في حين كل اللي احنا محتاجينه احيانا عشان نختبر مدى قوة العرض هو ان احنا نبعت 100 زيارة او 200 زيارة على صفحة الهبوط بتاعتنا، ونشوف الاكشنز او الحاجة اللي الناس عملتها هي ايه. هل مثلا لو انا بعت 200 شخص ومفيش ولا حد اشترى او اقل من 1%، بنسبة كبيرة انا عندي هنا مشكلة في الاوفر او الحاجة اللي انا ببيعها اصلا، او ممكن يكون ان السعر غالي. لو مثلا اكتر من 1% بس لا زال اقل من 2%، ممكن انت محتاج تغير حاجات في الكوبي او تغير حاجات في صفحة الهبوط. لو اكتر من 2% فخلاص انت كده بقى عندك اثبات للمفهوم، وده ناتج ان انت كان عندك منهجيه فريده، عندك كورس انت قدرت تخرج بيه عن المنافسه، لان انت مبين للناس ان انت مش بتبيع سلعه، انت بتبيع حاجه قويه جدا. وعشان ده يحصل مش هيحصل غير لما تدرك فعلا الكود اللي تخليك سيد مجالك، مش تكون بتبيع مجرد سلعه. وعشان ده يحصل لازم تبقى معاك كود السياده، ولو عايز تعرف الكود ده اكتب سياده في التعليقات.